السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنخزن مع بعض البامية. هي دلوقتي رخيصة ومالية السوق. هنبدأ بقى نخزنها ان شاء الله، وهنخزنها النهاردة بطريقة تخليها خضرة، تفضل خضرة معاكي كده لاخر كيس ان شاء الله. هنا معنا البامية اهيت بعد ما شلنا الجزء اللي فوق دوت، والمفروض ان احنا يفضل ان احنا نشيلها كده، يبقى الجزء دوت على شكل مثلث. هنبدأ بقى نروح على البوتاجاز. احنا عندنا حلة فيها مية على البوتاجاز، اول ما تغلي هنبدأ بقى ننزل بالبامية بتاعتنا دي، وهنشوف هنعمل ايه ان شاء الله. هنا معانا الحلة فيها المية على البوتاجاز. هنبدأ بقى بعد ما المية غلت هنبدأ بقى ننزل بالبامية في المية دي زي ما احنا شايفين. البامية اهي بدأت هتبدأ بقى تغلي كده. هنبدأ بقى اول ما تغلي معانا كده هننزل بعصير نص ليمونة، بالشكل دوت. بسم الله. ونديها كده تقليبة من تحت لفوق بالشكل دوت. هي هنبدأ بقى نكون مجهزين لها المية، مية باردة، ويفضل ان يكون فيها قطعة من التلج كده علشان نعمل لها صدمة، بحيث ان البامية ما تستويش معانا، لان طبعا احنا لو خرجناها كده من المية السخنة هتبدأ بقى تستوي من جوه وهتسخن. لكن اول ما نعمل لها المية بالتلج دي هتبدأ الحرارة بتاعتها تقف، وكده هتفضل محتفظة بالخضار بتاعها، وطبعا انها ما تستويش معانا. زي ما احنا شايفين المية طبعا طلعت معانا. هنبدأ بقى نخرج المية او البامية من المية ونحطها في مية بتلج. هنبدأ بقى نخرج البامية بتاعتنا من المية كده. نحاول نصفيها كويس. شايفين طبعا الخضار بتاعها زي ما هو. هنخرج بقى الكمية كلها. وهنا بقى هنجيب المصفى بتاعتنا اللي بتصفي بيها المكرونة، بتصفي بيها الاكل بتاعك. هنبدأ بقى نخرج البامية في المصفى كده لحد ما تتصفى المية اللي فيها دي اهي وتبرد. ونبدأ بقى نفرزها في الاكياس بتاعتنا بالشكل دوت اهي. هنصفيها بقى كويس جدا. زي ما احنا شايفين بعد ما اتصفت كده كويس وبردت هنبدأ بقى نعبيها في الاكياس بتاعتنا. هنبدأ بقى نعبيها في الاكياس. الكيس طبعا على قد الطبخة، مش عايزين بقى نخرجها من الفريزر بعد كده تفك، وبعد كده ناخد منها ونرجعها تاني الفريزر، كده هتخسر منك ومش هتنفع. فاحنا هنعبي الكيس على قد الاكله بالظبط. ودي شكل الباميه بعد ما عبيناها كده في الاكياس. هنبدا بقى نشيلها في الفريزر، وطبعا هتقعد معاكي وهتحتفظ باللون الاخضر دوت. وده كان فيديو النهارده، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.